حراس مرمى منتخبنا الوطني الكابتن زكي عبد الفتاح. كابتن زكي السلام عليكم. ازيك يا كابتن محمد، اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ وحشني. القايمه طلعت اهوت والتقطيع هيبدا. لا مفيش تقطيع، انا قلت مش هقطع، انا قلت هنسيبكم ونتحاسب بعد الماتشين. هنستنى ونتحاسب وبعدين، وفي ناس ما لعبتش وكده، بس انت حبيبي برضه. انت حبيبي يا كابتن. لا وانا اقول لحضرتك حاجه يا كابتن. طبعا. لا انا مثلا بقول لحضرتك يعني القايمه فيها حاجه كويسه، ان في لعيبه لقت نفسها في منتخب مصر لاول مره. ايمن حفني بيلاقي نفسه النهارده، سعد سمير بيلاقي نفسه موجود في منتخب مصر، طارق حامد. دي حاجات كويسه جدا، دي حاجات كويسه للعيبه نفسها، واللعيبه اللي بره منتخب مصر تعرف ان العين لا بتبص، القصه مش مجموعه بقى 22 بناخدهم وخلصنا. دي حاجه كويسه جدا. ولكن واحنا طبعا واحنا سعداء جدا في اي نقد، مش النقد اللي هو اللي طبعا بناه وطبعا بنستفاد منه. يعني انت حضرتك الناس اللي لو بنقد بتستفاد منها. ربنا يعزك. ومش عيب ومش عيب، وانا بحب اسمع الاراء، مش ما احبش اسمع اللي انا احب اسمعه. انا احب اسمع وجهه نظر. تمام. وتقنعني اقنعك. تمام. طيب والاول والاخر احنا الاثنين لصالح منتخب مصر. انا هحاول اقنعك دلوقتي بحاجه، وانت حضرتك رد عليها وحاول تقنعني. ماشي. حراسه المرمى لا خلاف على عبد الواحد وشريف، ما اختلفناش عليهم، وقلنا ان لازم منتخب مصر يبقى 2 خبرات وواحد صغير، صح كده؟ لا، اثنين صغير، واحد خبره، واحد وسط، هو وسط الاجيال، وواحد صغير اللي هو عبد الواحد كخبره، ووسط الاجيال شريف اكرامي، وحارس صاعد يدخل وسطهم يستفيد منهم، صح كده؟ مظبوط. طب ما انا بس هسألك على سؤال، مش لازم الصاعد اللي يدخل وسطهم يكون بيلعب ولا يكون ما بيلعبش اصلا؟ وكل ظروف. اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. اقول لحضرتك حاجه، احنا قاعدين هات الصاعد دلوقتي، احنا عندنا علي لطفي في المنتخب الاولمبي ما بيلعبش. كويس. بسام في المنتخب الاولمبي ما بيلعبش. دلوقتي اللي بنتكلم فيها لهم الصغيرين، هات لي مين اللي بيلعب؟ على الاقل الشناوي معانا بقى له سنه ونص ومعاه وشايفينه وعارفينه. ما انت قلت لي انت قلت لي انت زعلان منه عشان الموقف اللي عمله ولسه زعلان بس يا محمد. لما ابنك بيغلط ما بتذبحوش، بتربيه. لا طبعا ما تذبحوش، لا طبعا. ما حدش يختلف ان الشناوي احسن حارس في مصر امكانيات. ما حدش يختلف على امكانيات الشناوي، لا خلاف على دي مش موضوع حديثنا. لكن احنا بنتكلم ده المنتخب، المفروض اللي بيدخل المنتخب اللي بيبقى جاهز، بس ده انا اقول لحضرتك احنا بنبني فرقه يا محمد. انا اكمل حضرتك، احنا بنبني فرقه، عايزين بنبص لقدام. النهارده ممكن اجيب واحد خبره ويقعد يحتاج يبقى الثالث، احنا بندور على حارس ثالث، مش اول ولا ثاني، على حارس ثالث. ايه هيستفاد مثلا مع احترامي صبحي او عبد المنصف او امير عبد الحميد، الناس الكبار دول تيجي يبقى الثالث؟ هل هو انتو او هو مثلا؟ انما ممكن لو كاس العالم بكره هيحتاج 2 خبره، ممكن احتاج 3 خبره، لان كاس العالم عايز احسن 23 عندي. فدي بتفرق. احنا بنبني فرقه، ما نعرفش كمان عايزين كمان شهرين ان شاء الله في سبتمبر تصفيات هنبقى ايه، في اكتوبر هنبقى ايه، في كاس العالم ان شاء الله هنبقى ايه. فبنبني فرقه. وبعدين اقول لحضرتك سعيد ليه؟ امبارح مش اسباني اعلان في الاسماء، فكر كاسياس ما بيلعبش في ريال مدريد واتاخد. هو حلو في اسبانيا وحش في مصر. فكر كاسياس ما لعبش في ريال مدريد بقاله ايه الدور الثاني كله. ايوه. والنهارده الراجل بيضمه، لان مش موضوع لعب بس، في اكتر من حاجه بتبص لها لقدام. فكر كاسياس ككابتن هيلم الفرقه، في حاجات ثانيه بتبص لها الناس مش شايفاها. ما هو انا كابتن ببص لحته الاحباط اللي ممكن تصيب اللاعب. يعني انا هحط نفسي مثلا كواحد من الحراس مثلا مكان محمد صبحي، يعني انا مموت نفسي وعامل موسم رائع، ما حدش بص لي خالص، حتى لو يعني ثالث بس، وحتى ولو معسكر احس ان انا فعلا الجهاز الفني للمنتخب شايفني. لا بقول لك، انا الناس دي موجوده في وانا بقول في كل تصريحاتي، بقول بدون الناس موجودين. لو واحد خبره هاخد واحد منهم، محتاج واحد خبره هاخد من الناس الخبره دي، بس لازم يعرف دي منتخب مصر، ولازم يقدم موت نفسه، ده شغله واكل عيش يا محمد. عايزين نبص باحترافيه. ايه يعني انا اتعب واشتغل عشان المنتخب؟ ما كانش المنتخب بقى، ما اشتغل ازاي؟ انت عارف حضرتك رئيس نادي يقول لك ايه؟ لو لقيت قدام الاهلي ما كان زمان كده في المحله هديكوا 10000 جنيه زياده. انا بعتبرها لنفسي بعد ما رحت احتراف وشفت، بعتبرها ان دي رشوه. قدام الاهلي 10000 ومش قدام الثاني مش هتديني 10000. طب ما انا لاعب قدام الناس الثانيه. فمش، لا انت شغلك، انت بتأدي عشان شغلك، منتخب انت بتأدي. ما انا بأدي عشان شغلي، بس لازم اكافئ عن انا اجتهدت. ما انا بقول لحضرتك المكافاه ايه بالنسبه للاعيب الكوره منتخب مصر؟ طبعا. ما انا بقول لحضرتك، وانا بقول لك الناس دي مش بعيده، الناس موجوده. انت للاسف مرتبط انك تاخد 3 بالكثير. ما انا عارف هو 3، انا معاك ان هو لازم 3 ماشي. لو انا اخد 10 ما انا بقول لك، بس في حضرتك زي ما انت بتبص لها، وفي مرحله ممكن المعسكر الجاي تلاقي موجود عبد المنصف، ممكن موجود صبحي، ما تعرفش. حد كان كله بيقول لك عبد الواحد كان زمان مستبعد وبنكرهه، وانت عارف الكلام اللي اتقال كله. النهارده عبد الواحد لعب الماتش الزيمبابوي، النهارده عبد الواحد في المعسكر موجود.
فدي المفروض اللعيب كاحترافيه تديله تشالنج اكتر وتحدي اكتر. ماشي ان انا استمر على كده، هتيجي انما ان انا يعني اقول خلاص انا مش منتخب خلاص قد وحش. طب ما انت اللي خسران، مش انت اللي مش خسران، انت اللي خسران. وزي ما قلت لحضرتك انا بدور دلوقتي، انا بدور على الحارس الثالث. هات لي واحد صغير دلوقتي من اللي هم موجودين كانوا في المنتخب الاولمبي او تحت 20 سنه بيلعبوا، ما فيش حد منهم بيلعب. ما فيش حد. بسام ما بيلعبش، علي لطفي ما بيلعبش، لانه دول مسعد عوض ما بيلعبش. مش عوض في المنتخب 20 سنه. انا كان نفسي اضمه. انا كان نفسي اضمه لو الجدول بتاعه مش مع تحت 20 سنه، عايز اشوفه عن قريب. اضمه قبل كده من 6 شهور. والشناوي ما بيلعبش. والشناوي ما انا يبقى الشناوي انت عارف بقالك سنه ونص بتربي فيه زي ما تقول، عامله في معاملات ما خسروش عشان ده قدام ربنا يكرمه هيلعب يبقى الواد ده موجود في الصوره. فانا باخد واحد ثالث ما بدورش طب لحضرتك في الاول او الثاني ممكن نتكلم فيه، يبقى انا بدور على واحد ثالث ولازم يكون صغير. فانت طبعا مش الشناوي اكتر واحد زي ما انا بقول لحضرتك ده لو لعب مظبوط ولو طلع ولعب مظبوط لعب ماتشات كويسه الواد ده ممكن يلعب في اي حته في العالم. دي حقيقه. يعني انا عندي انا دي متفق، انا متفق معاك بنسبه 100%. انا لا اتحدث مع حضرتك على مستوى الشناوي احنا مش مختلفين على مستواه. انا يعني انا بتناقش مع حضرتك مجرد نقاش على اساس بس تواجده في المنتخب وهو ما بيلعبش، في حين ان في حراس تانيين بيجتهدوا وبيلعبوا وما تاخدوش. بس انا احب الناس تسمع وجهه نظر حضرتك في هذه النقطه. هل في حارس صغير، حارس صغير شاب طالع بيلعب ومؤدي كويس ما اتاخدش؟ ممكن لان زي ما بتقول حضرتك بنبني فرقه، احنا بنبني لقدام، عايزين نبني لقدام، عايزين نبص تحت رجلينا، عايزين نبص النهارده، لا احنا بنبني لقدام. النهارده ما احنا كنا بنبص من الفرقه اللي انت بتقول معظمها دلوقتي 28 29 اسم اللي انت قلتهم النهارده معظمهم كلهم ولاد صغيره. انت هتصفهم على كام يا كابتن؟ اللي هي حضرتك هتصف على 23 او 25 ان شاء الله على حسب قبل السفر ان شاء الله هيبقوا 23 ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن زي ما بقول لحضرتك بجانب كده لازم نشوف الجانب المضيء، ان هناك لعيبه مميزه دخلت لاول مره زي ما بقول لحضرتك، حازم امام، ايمن حفني، سعد سمير، طارق حامد. دي حاجه كويسه طبعا وحاجه تبين. عمرو السوليه بعد غياب طويل، عمرو غياب طويل، المعسكر الاخير كان موجود لكن كان اصيب ليله المعسكر في مباراه مع الاسماعيلي في الدوري، لكن رجع للمنتخب عمرو السوليه. فده شيء كويس. ونقطه ثانيه يا محمد اللي حضرتك قلت عليها على حسام عاشور. حسام عاشور موجود دايما معانا والراجل مقتنع بيه جدا، بس ما بياخدش فرصته. المشكله انه ما بياخدش فرصه. يعني مستر برادلي عمل حاجه ثانيه. مستر برادلي عمل كابتن حسن ما كانش بياخده خالص، لكن مستر برادلي بياخده بس اللي ما ادالوش برضه فرصه. انا مش عارف يعني كيمياء عاشور مش مظبوطه. لا كان مصاب. الماتشات حضرتك بتيجي فيها عاشور مصاب، انما كل الماتشات موجود ولعب ماتشات في لما رحنا قطر والامارات ولعب ماتشات ولعب اساسي ولعب ماتش العراق ولعب الماتشات ولعب ماتش قطر لعب. بس الماتشات اللي هي بتيجي رسميه حظ وحش بيبقى مصاب. انما اللعيب هايل طبعا ما حدش يختلف عليه، وعشان كده هو موجود على طول. تمام. صدقني لو اي واحد من ال 30 دول طب برادلي شايف ان هو ما يقدرش يلعب ويقدر يأدي ما كانش موجود في المنتخب. انا على فكره كابتن زكي انا احترم الراجل جدا، مش معنى كده ان انا بقول حاجه. انا عارف ان مستر برادلي، انا اعرف ان هو راجل محترم وراجل يعني ما بيحبش يظلم حد، واختياراته بقول لحضرتك فيها حاجات كويسه. لكن انا جيت عليك انت شويه عشان انت حبيبي، لكن هو لا ما انا عارف ودي حاجه، لا دي حاجه كويسه. لا طبعا وانا عارف انا حضرتك وعارف ان انا الناس هتتكلم في دي وكده، فانا بحب اوضحها في خلالك طبعا، لان بخلق مش هوضح لحد ثاني خلاص حضرتك كفايه. فوضح ازاي بنفكر لان احنا ما بنفكرش ان انا انا بقول لك لحد دلوقتي انا متضايق من الشناوي. تمام. انا لحد هذه اللحظه انا متضايق من، انا ما كلمتوش الفتره اللي فاتت دي الا امبارح بالليل. بس انا زعلان لسه مني، زعلان منه. بس ابني لما بيغلط ما بذبحوش. تمام. هذا هو منطقك اللي هتكمل فيه ان شاء الله مشوارك مع المنتخب ان شاء الله. والاول والاخر بندور على مصلحه مصر، مش اكيد اي حاجه، مصلحه مصر. احنا املنا في ربنا كبير ان شاء الله ان احنا نتخطى المباراتين دول باذن رب العالمين بمكسب في الاثنين، يعني ان شاء الله عشان نبقى خلصنا القصه خالص ونفكر في اللي جاي بعده باذن الله. باذن الله دعواتكم تستنوا وربنا طبعا ان شاء الله وبتساندكم باذن الله الهدف. توفيق يا كوتش ان شاء الله، وقلوبنا معاكم طبعا ومساندين لمنتخبنا الوطني وللجهاز الفني، وليكم حريه الاختيار طبعا، ده حقكم من الناحيه الفنيه، ولكن هي مجرد بس ملاحظات بسيطه، ليس تدخل منا. لا هي مش تدخل